تحية طيبة، وطابت أوقاتكم بكل خير في هذه الإطلالة الخفيفة، واللي من خلالها غنناقشوا آخر العناوين العاجلة. عاجل: المنتخب المغربي لكرة القدم يرتقي إلى المركز 11 عالميا. سيرتقي المنتخب الوطني المغربي إلى مركز 11 عالميا في تصنيف الشهر الجديد المقبل، الذي سيعلن عن الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم الخميس 10 من يوليو المقبل، محافظا بذلك على صدارة الترتيب قاريا وعربيا. وحسب موقع فوتبول رانكينج المختص في رصيد احتساب التصنيف الشهري للمنتخبات، فإن أسود الأطلس سيرتقون إلى المركز 11 عالميا، مستفيدين من النتائج السلبية للمنتخبات الأخرى، خصوصا منتخب إيطاليا الذي فقد 15.74 نقطة خلال فترة التوقف الدولي الحالي بعد الانهزام أمام النرويج، وألمانيا التي فقدت بدورها 21 نقطة جراء الخسارة أمام البرتغال، وفرنسا خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية. وأصبح المنتخب الوطني المغربي يملك 1690.76 نقطة في تصنيف الفيفا بعد ما كسب 4.52 جراء الانتصار على منتخب تونس بهدفين نظيفين، والبنين بهدف نظيف في المباراتين التي انأجرت أطوارها بالمركب الرياضي الكبير بفاس. في إطار ودي استعداد للاستحقاقات المقبلة، أجرت تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أفريقيا 2025. وفي السياق ذاته صعد المنتخب التونسي بثلاث مراكز، حيث أصبح في الرتبة 46 بما مجموعه 1475، فيما بقي المنتخب السنغال في مركز 19، بينما تراجع منتخب مصر بمركزين والجزائر ونيجيريا بمركز، وكوت ديفوار بأربعة مراكز، مقابل صعود الكونغو الديمقراطية بصفين وغانا والرأس الأخضر بمركز أيضا. وعلى مستوى العشر الأوائل حافظ المنتخب الأرجنتيني على صدارة التصنيف مسجلا 4.10 نقاط إضافية، في الوقت الذي صعد فيه المنتخب البرتغالي بمركز ليصبح في الصف السادس بما مجموعه 1770، مقابل تراجع هولندا بمركز واحد، في الوقت الذي حافظت المنتخبات الأخرى على مراكزها. وكيتعلق الأمر بكل من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا والبرازيل بلجيكا، بينما صعدت كرواتيا للصف التاسع وتراجع إيطاليا الرتبة العاشرة. إذا تابعتي معي المقطع النهائي بغيتكم تدعموا هذه القناة بالاشتراك، تفعلوا إعجاب، وإلى اللقاء أصدقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.